سلام للجميع، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم رجعت لكم بوصفه بزاف 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 بنينه. تابعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا طريقه التحضير وتشوفوا البدائل وتشوفوا ثاني نصائح باش تخرج لكم نفس النتيجه وتستمتعوا بهذه الوصفه اللي فعلا تستحق التجربه. فقط قبل ما نبداو جنب فيديو باش توصل لكامل المشتركين ويستفاد الجميع ان شاء الله من الوصفه. بلا ما نطول عليكم نبداو طريقه العمل. بالنسبه للكميه راح تخرج لكم 53 حبه. باش ديروا حسابكم اللي تحب تقسم المكونات ودير نصف الكميه، تقسموا كامل المكونات على 2 وتتحصلوا على تقريبا 26 حبه. بسم الله نبداو طريقه العمل بلا ما نطول عليكم. هنا عندي 250 غرام مارغرين طريه، رشه من الملح، راح نزيد ملعقه كبيره من عطر الفانيلا البودره، وراح نزيدو ثاني كأس من العسيله. اللي تحب توزن هي تقريبا 250 مليلتر من العسيله. اللي ما عندهاش العسيله تقدروا ديروا السكر الحرش، اللي ما عندها السكر الحرش تقدروا ديروها حتى بالسكر الناعم. بالنسبه للسكر الناعم راح نزيدوا كميه على هذاك الكاس، بمعنى ديروا كاس سكر ناعم وتزيدوا 1/3 من هذاك الكاس من السكر الناعم، على خاطر السكر الناعم ماشي حلو كيما العسيله. هذه فقط بين قوسين اللي ما عندهاش العسيله تقدروا ديروها بالسكر الناعم كيما تقدروا حتى ديروها بالسكر الحرش. ودائما البدائل كاينين. تخلطوا كامل المكونات تاعكم حتى تتحصلوا على القوام يكون نوعا ما طري. هنا رايحين نزيدوا 2 بيضات كاملين في الاول، راح نخلط ونزيد كأس من الزيت. هذه الكميه تخرج لكم 53 حبه. انا نأكد على هذه الملاحظه. تزيدوا كاس من الزيت، اللي تحب توزن هي 200 مليلتر من الزيت. نظن عندكم كامل هذا الكاس، يعني تعمدت نمد لكم المقادير في هذا الكاس باش تجربوا الوصفه وتخرج لكم نفس النتيجه. تخلطوا ثاني وتزيدوا 3 حبات بيض كامله. هنا اللي عندها البيض تاعها كبير ديروا 4 حبات بيض كامله. انا البيض اللي استعملته صغير، على هذيك درت 5 حبات بيض. تقعدوا تخلطوا المكونات تاعكم في الاول يبان لكم شغل جاري، من بعد تقعدوا تخلطوا واحد 5 دقائق 7 دقائق راح تتحصلوا على هذا القوام اللي يكون كريمي، بمعنى هذيك الزيت وكامل المواد نسجموا مع بعض. نعاود المقادير على السريع. 250 غرام مارغرين طريه، كأس من الزيت ما يعادل 200 مليلتر من الزيت، وكأس العسيله ما يعادل 250 مليلتر ثاني من العسيله. تقدروا تعوضوها بالسكر الناعم ولا السكر الحرش. ودرنا 5 حبات بيض حجم صغير. اللي عندها البيض كبير تديروا 4 حبات بيض كامله، ما كاش الصفر، تستعملوا البيض الكامل. ورشه الملح وملعقه كبيره من عطر الفانيلا البودره. هنا رايحين نزيدوا كأس من النشاء او المايزينا يكون معمر مليح، يعني النشاء ضرورية في هذه الوصفة، مع كيس خميرة حلويات اللي يوزن 10 غرامات. راح نغربل المكونات تاعي ونزيد الفارينة بالتدريج حتى تتلم العجينة تاعنا. بالنسبة للمنكهات تقدروا حتى تستعملوا باتارون الزبدة، هذاك العطر الزبدة، ولا تديروا باتارون ذوق الفانيلا باش تتحصلوا ثاني على اللون والذوق يكون يعني بارز مليح في الحلوى تاعكم ولا الكاطو تاعكم. هنا بالنسبه للفارينه دوك نوري لكم شحال يبقى لكم من الكيلو تاع فارينه. يعني في كل مره نحاول ندير لكم يعني بالكيس تاع اللي يوزن 1 كيلوغرام باش نوري لكم شحال يبقى لكم من كيلو تاع الفارينه، يعني باش تتحصلوا على نفس النتيجه والمقادير يكونوا مضبوطين. هنا تجمعوا برك العجينه تاعكم، ما تعجنوش العجينه ولا الخليط تاعكم، يعني غير تلموا باصابع اليد وتتحصلوا على هذا القوام، يعني العجينه تكون طريه. هذا القوام اللي راني نحوس عليه. ويبقى لكم 100 غرام من الفارينه اللي هي تقريبا نصف كاس ولا كاس غير ربع هكاك من الفارينه، يعني الكاس هذاك اللي وزننا به العسيله هذاك هو اللي راح يبقى لكم من كيلو تاع الفارينه تقريبا، يعني كاس غير 7 هكاك.
بالنسبه للعجينه تاعي في الاول كنت وزنتها 40 غرام، من بعد شفت الحجم تاعها جاني شويه كبير، يعني حسيته شويه كبير، على هذيك عاودت وزنتهم ودرتهم كامل 35 غرام. يعني هذاك الوزن اللي ولا الحجم اللي شفتوه في بدايه الفيديو درت لهم 35 غرام. راني نعاود ونأكد 40 غرام يعني تجيكم الحبه كبيره، تعاودوا توزنوهم انا 35 غرام. هذه فقط بين قوسين ديروها في سنيوه تكون مفروشه بورق الطهي ولا شويه فارينه ولا شويه زيت كيما تحبوا. بالنسبه للاباط تاعكم نمد لكم ملاحظه، يعني تحسوها شغل مزيته يعني عادي. هذيك هي الوصفه على خاطر فيها كميه مليحه تاع زيت وفيها ثاني كميه مليحه تاع العسيله. يعني هذيك العسيله راهي سائل، يعني ماشي كيما نديروا السكر، ماشي كيما نديروا السكر ناعم، يعني تجيكم شويه نورمال عادي. ما تخافوش تقولوا العجينه فسدت لي ولا، ديروهم كريات عادي تطيبوهم. بالنسبه للطياب تاعهم تقريبا 12 دقيقه هكاك، تشعلوا لهم من التحت كي تشوفوهم حماروا من التحت تشعلوا لهم من الفوق، وتتحصلوا على التحميره تكون خفيفه، ومن بعد نخليوهم يبردوا. هنا بالنسبه للتزيين خيرت دائما نحب الذوق تاع مربى تاع المشماش، ونرمد هذيك الحبه تاعي في جوز الهند. ودائما نوعيه الجوز الهند اللي نهضر عليها ونقولكم كي تروحوا تشريوا جوز الهند تاعكم تخيروا النوعيه اللي تحسوها شغل منديه، ماشي هذيك اللي تجي ناشفه ويعني وتجي خفيفه، هذيك ما عندها لا بنه ولا ريحه. هذه فقط بين قوسين اللي ما يعرفوش يخيروا نوعيه جوز الهند تكون مليحه. ونمد لكم ثاني ملاحظه، اللي تحب دير الكاطو تاعها ولا الحلوى تاعها تقدروا تقلاصيوها بالشوكولا البيضاء ولا الشوكولا بالحليب ولا الشوكولا السوداء، لكم الاختيار. انا حبيت يعني نديرها في المربى تاع المشماش باش تقدروا ان شاء الله كامل تسيوا الوصفه. على بالي دوكا الشوكولا يعني نتفاداوها خصوصا في الصيف، على هذيك درتها لكم بالمربى تاع المشماش. وهنا كل واحده يعني دير على واش عندها في الدار، ويعني نحاولوا نبسطوا شويه الوصفات، ما كان له يعني نغليو الوصفات وثاني يجينا شويه غاليه. نحاولوا ندير هكا وصفات سهلين تاع كل يوم. وثاني كيما فهمتكم بالنسبه للعسيله اللي ما عندهاش دائما نمد لكم البدائل، يعني المهم تسيوا الوصفه. يعني نحب يعني اللي تدخل للوصفه ان شاء الله تقدروا ديروها كامل. هذه هي البنات، ويعني ماشي دائما رانا نديروا كامل القطوات هذو بريستيج، ولا نحاول نبدلكم ثاني وصفات تقدروا ديروهم ماشي في الفور، مثلا ديروهم طيبوهم في الطاجين، ولا ان شاء الله نوعدكم بوصفات خفيفه توالم الجميع ان شاء الله. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. بالنسبه للكميه كما فهمتكم خرجت لي 53 حبه. اللي تحب تسيي نصف الكميه تقسموا كامل المكونات تاعكم مع الاثنين وتتحصلوا على تقريبا 26 27 حبه على حساب الحجم اللي وزنتوا به يعني العجينه تاعكم. هذا هو الشكل النهائي تاعهم. يعني صدقوني الوصفة تستحق التجربة، تجي بزاف بنينة وطرية، يعني على قد ما تطول على قد ما تجي طرية. وثاني بالنسبة للحلاوة راح تجيكم الحلاوة تاعها معتدلة، ما تخافوش يعني تقولوا فيها العسيلة وثاني دارناها في المربى تجي حلوة، يعني الحلاوة تاعها تجي معتدلة. وهذا هو القوام تاعها، يعني تجي طرية تذوب في الفم ما شاء الله. ان شاء الله عجبتكم الوصفه وتسيوها يعني دوكا مع الدخول المدرسي. على بالي رانا نحوسوا غير على الوصفات السهلين والبنان، وثاني اللي قطعوا كميه كبيره، ماشي يعني نقعدوا غير في الكوزينه مع الطياب ولا مع الحلويات. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله عجبتكم الوصفه، وان شاء الله ثاني تسيوها في هذه الايام ان شاء الله، وتبعثوا لي التطبيقات تاعكم. بالنسبه اللي طلبوا مني الى كاين جروب في الفيسبوك، عندي جروب يعني باسم القناه اللي هو مطبخ الذي زاد، تقدروا تنضموا للجروب وتبعثوا لي تطبيقات تاعكم، ولا في لاباج انستغرام تاعي ديريس دو هيلدا تقدروا كامل يعني تبعثوا لي تطبيقات تاعكم اللي نفرح دائما كي نشوفها. يعني تفرحوني بزاف بالتطبيقات الجميله اللي توصلني تقريبا يوميا. وان شاء الله ثاني تبعثوا لي التطبيقات تاعكم. بالنسبه للوصفه تاع اليوم بلا ما نطول عليكم احبابي، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم. في فيديو اخر تهلاو في روحكم،
تهلاو في صحتكم في فيديو آخر مع وصفات جديدة، مع أفكار جديدة تكون سهلة وبسيطة في متناول الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.